بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم احلى حبايب واحلى متابعين واحلى اخوات، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا كان نفسي في الاكله دي وانا عامله العمليه من اول يوم. عملت العمليه وانا بقول لهم انا نفسي في الاكله دي. احب اشكر كل حد سهل عليا، كل حد قال لي سلامتك، وبرضه هشكر الناس في الفيديو دي. بس نشوف احنا ايه. مبدئيا بشكر امي ما سابتنيش. بحس بخوف عليا، وطبعا ابو حبيبة ووالدي وحبيبة ديت بقى كانت معايا 24 ساعة. ومش بحب اقول حماتي، خالتي، ان هي فعلا خالتي. وجيراني، والله العظيم الحمد لله. الحب الناس ده نعمة، والله الحمد لله. بشكر كل حد يعني وقف جنبي وخاف عليا. النهاردة بقى ايه، حبيبة طبعا اللي عملت السمك. فحابة ايه، اوريكم حبيبة عملت ايه. انا كان فعلا نفسي في السمك. فيلا بينا. طبعا مبدئيا حبيبة هي اللي منضفة السمك. انا قعدت جنبها كده بس، يعني هي في الايام التعب بتاعتي دي كانت هي اللي بتعمل لنا الاكل دايما. معانا هنا طبعا ايه، كل ده يا جماعة والله شغل حبيبة. فلفل حامي معانا، جزرية مبشورة، حتة برتقانية برضو كده بشرناها، بصلاية مبشورة أو متقطعة كده عادي، طماطمية مبشورة أو خضرة، شبت على كزبرة، معلقة هريسة شطة. آه والثوم في هريسة الشطة. احنا طبعا علشان الثوم كانوا مانعني من أكل السمك عشان الثوم. أقول لهم أنا عايزة أكل سمك، يقولوا لي اصبري شوية عشان الثوم. طبعا احنا ايه، وكان معانا كمون وملح. قلبنا بقى ايه الخلطة بتاعتنا. وطبعا دي الردة اللي احنا بنشوي بيها السمك. طبعا احنا عارفين ان احنا بنشوي السمك بتاعنا وبنعمل اكلنا في الفرن البلدي بره، او فرن حطب او فرن الحامية، زي ما بتقولوا بقى. حبيبة هنا طبعا ايه بتحشي السمك. آه يعني تسلم ايديها، والله السمك ده كان طعمه جميل، كان طعمه جميل. جماعة أنا حبيت أشكر كل اللي واقف جنبي، عشان فعلا هم كانوا يستاهلوا الشكر والله. وكل حد جه زارني، وكل حد سأل عليا، وفعلا حسيت بحب الناس والله. وحتى حبايبي يعني من اليوتيوب برضو كانوا بيسألوا عليا. ألف شكر ليهم، كل القنوات اللي كانت بتسأل عليا ألف شكر ليهم. آه طبعا حبيبة بتحشي السمك. الخلطة احنا قلبناها ببعضها. هنحشي السمك. ممكن تحشي السمك وتحطيه في التلاجة كده ايه، يشرب من التتبيلة بتاعته. احنا بنرشله شوية كمون، وعصرة ليمونية كده. ممكن تحطيه في التلاجة، تسيبيه شوية بالتتبيلة يشرب منها. بس هو كده كان طعمه جميل والله. كده هناخد السمك ونطلع على ايه، على الفرن. وطبعا احنا عندنا هندس رز كمان. ادي السمك. طبعا مش انا اللي شويت السمك، انا قلت لكم جيراني وحبايبي، جارتي هي اللي شويته. ما ينفعش اقعد للفرن اصلا، يعني الفترة كمان. كده شوينا السمك وحطينا له ايه، قطعت له غلافة كده حطيتها تحته، علشان سخونية السمك ما تخليش الصينية زفرة. انا هنا السمك عشان مش هناكله على طول، او مثلا كان لسه بدري على الاكل بتاعنا، انا ممكن التتبيلة احطها له، ازودها شوية مية صغيرين كده، التتبيلة دي، واحطه على ورقة وداخل كيس، واغطيه والفه والفه في سلوفان بيعمل على بعضه. انما انا بحب السمك بالذات اكله سخن، ما بنعرفش ناكله ساقع. فبعمل ايه، بسخن شويه ميه في صينيه، واكون حايشه من التتبيله او من الخلطه اللي احنا حاشين بيها السمك. بزود بس معلقتين ملح، بزود كمون، بزود ليمون، بزود هريسه شطه، زائد التتبيله، ومولعه على الميه بتسخن، وهتفضيت التتبيله جواها. وطبعا حته برتقانيه كده من اللي احنا شايلينه عندنا، او من اللي كنا عاملينه. ارجعوا هتلاقوا في الفيديوهات يعني ازاي نستخدم قشر البرتقال ومرميهوش. فيديو جميل فعلا يستحق المشاهدة. وادي معلقة هريسة شطة تاني. وطبعا الزيت ليه، الزيت بيخلي قشرة السمك سهلة ان هي تتشال. هسيب المية بقى والي عليها لحد ما احس ان المية ايه سخنت. هنزل بقى السمك بتاعي. هو يعني حلو ناشف، مش طري كده اخاف منه ينهري في المية. انا بسيب المية والي عليها يعني دقيقة كده، ألقى يعني احس ان السمك بدأ ياخد من طعم الخلطة والمية، بروح طفيه على المية واغطي السمك شوية واسيبه.
طبعا سمك يعني سلطة خضراء، وسلطة خضراء كتير. وادي الاكلة بتاعتنا، ادي الرز المعمر بتاعنا الجميل، والسمك المشوي بعد ما طلعناه من التتبيلة. بأمانة السمك ده كان طعمه جميل، وشوية السلطة الحلوين وشوية المخلل. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، أحلى كوات.